في الفيديو ده هنتكلم عن 4 انواع مختلفة من اللايت بار، من اول مقاس 30 سم لحد ال 50 سم، وهنتكلم عن الفرق بين الكواليتي بتاعت الضوء والمقاس بتاعهم وكواليتي التصنيع بتاعت الاضاءة نفسها وطريقة التحكم والتثبيت وكل حاجة حرفيا، زائد اهم حاجة في الموضوع ده كله زاوية الاضاءة. يعني مثلا اللمبة هل بتدي اضاءة على الشاشة نفسها او بتدي اضاءة على عينك فتضايقك، ولا بتدي اضاءة على الكيبورد بس؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده، لازم تشوفه للاخر. هنبدا باصغر اضاءه فيهم ال 30 سم. بتيجي في العلبه دي زي ما انت شايف، بيكون في كيس جوه، معاك اللايت بار نفسه 30 سم والكابل التايب سي من يو اس بي لتايب سي عادي والكتالوج بتاع الاضاءه. بالنسبه للاضاءه فهي بسيطه جدا، ما عندكش غير القطعه دي كده بتفكها بحيث انت تركب الشاشه في الحته دي. تمام. مقاس بقى جبنا متر عشان نقيس بالظبط. بالنسبه بقى للمقاس، الاضاءه الصغيره دي مقاسها 33 سم. وفي حاجه مهمه قوي، البازل بتاعت الشاشه يعني الستاند بتاع الاضاءه هينزل للشاشه قد ايه. المسافه دي 1.5 سم بالظبط. يعني البازلز لو الشاشه عندك فريمليس او ما فيهاش بازلز فديت ممكن تبان مع الشاشه. المسافه بقى اقصى مسافه ممكن تثبت، يعني اقصى سمك للشاشه اللي ممكن يثبت فيها الستاند بتاعه 2 سم ونص. يبقى المقاسات بتاعتنا البازلز 1 سم ونص، المسافة أو سماكة الشاشة نفسها 2 سم ونص، ومقاس اللايت بار 33 سم. بالنسبة للتحكمات وطريقة التثبيت دي هنعرفها في باقي الفيديو إن شاء الله. اللايت بار ال 50 سم اللي يعتبر نسخة من ال 30 سم مع فروقات بسيطة هنعرفها دلوقتي. أول حاجة هتلاحظها طريقة التغليف، في هنا كرتونة جوه زيادة. معانا اللايت بار نفس الكلام بالظبط. نشوف المقاس بتاعه. المقاس بتاعه بالظبط 50 سم، يبقى اللايت بار 50 سم مقاسه 50 سم بالظبط، والمسافه دي 1.5 سم، والمسافه دي نفس المسافه بالظبط 2.5 سم. ولو الشاشه بتاعتك اعرض هنعرف في الفيديو ازاي ممكن تركبها من غير ما تستخدم القطعه دي. وبرده اكيد معاك التايب سي كيبل. وخلي بالك اللايت بار 30 او اي لايت بار هنتكلم عنه عموما لازم تستخدم الكابل اللي معاه، ممكن لو استخدمت كابل تايب سي تاني ما يشتغلش معاك. اللايت بار الكيرفد وده يبقى جامد معاك قوي مع اي شاشه كيرفد حرفيا، والكواليتي بتاعته احسن. هنفتحه دلوقتي ونشوف. طبعا بالنسبه للكواليتي اللي فاتت كلها كانت بلاستيك، دي كانت بلاستيك بالكامل، والاضاءه اللي كمان قبلها كانت بلاستيك بالكامل. نشوف دي بقى الخامات بتاعتها ايه. تمام، دي كده الاضاءه التالتة معانا، برضو نفس الكلام بلاستيك بالكامل، ولكن الاختلاف هنا في طريقه التثبيت. زي ما انت شايف التثبيت هنا اكبر، وفي مفصله هنا بحيث ان لو الشاشه فيها كيرف من ورا هتثبت معاك بكل سهوله، ولو الشاشه الكيرف بتاعها قل تقدر تقلل وتزود. وعندك مسافه هنا بتاعت النوتش، المسافة بتاعت النوتش هنا كمان أقل بكتير، 6 مللي بالظبط. يعني المسافة اللي هتنزل في الشاشة 6 مللي بس، ودي حاجة جامدة جدا. وسمك الشاشة يوصل معاك لحد 6 سم، يعني معاك 6 لغاية سماك الشاشة 6 سم. مفيش شاشة 6 سم بس هنقوله يعني. فأنت لو الشاشة عندك تخينة خالص يعني شاشة تلفزيون فبرضه هيركب معاه. تمام. وطبعا الحته دي بتقدر تقللها وتزودها زي ما انت عايز، فدي حاجه قويه جدا. ومكان كابل التايب سي والتحكمات بتاعتك من قدام نفس الاضاءات اللي فاتت تقريبا، واكيد معاها كابل التايب سي بتاعها. وبالنسبه للمسافه دي عشان تكون عارفها برضه، العرض بتاع اللايت بار 40 سم. في حاجه ناخد بالنا منها، ان الاضاءات دي كلها عليها سوفت من هنا بحيث ان هي ما تضايقش عينيك، وكلهم عليهم نفس السوفت ده. بس اخر اضاءه معانا بقى فيها اوبشن زياده عن السوفت ده هنعرفه دلوقتي. يلا بينا نفتحها على طول. اللايت بار التالت معانا اغلى واحد، نفتحه بالشكل ده كده. اول حاجه هنلاحظها ان اللايت بار دوت طريقه التثبيت مش راكبه، يعني ديت كلهم هي جاهزه كده على بعض، انت راكبه على طول. انما ده في ميزه ان التثبيت بتاعه منفصل، يعني ده كده التثبيت بتاع الاضاءه في الشاشه. تمام. عندك المسافه دي 6 سم، وعندك المسافه دي كده 7 سم، وتقدر تحرك بالشكل ده. وفي هنا رابر بحيث ان هي تثبت على شاشه من ورا، ايا كان كيرف او مش كيرف هتثبت عليه بكل سهوله. وعندك هنا المكان اللي هيمسك اللايت بار، ده طبعا بلاستيك بالكامل. معانا اللايت كنترول لان دي فيها تحكم من بعد غير التاتش كمان. ومعانا بقى اللايت بار العظيم ده اللي فيه اوبشن جامد قوي، ان الاضاءه بتاعتك جوه جروف، يعني الاضاءه جوه، وفي نوتش بحيث ان الاضاءه تكون مركزه ما تبقاش جايه على الشاشه او على عينك. وده اللي هنشوفه في الفيديو اللي شارح بالتفصيل النقطه دي. انا هصور دلوقتي على شاشه واحط لكم ورقه بحيث ان احنا نعرف زاويه الاضاءه بالظبط. عندك تحكمات تاتش من على اليمين هنا ومن على الشمال، وعندك كمان الكابل بتاعها اليو اس بي. كل اللي انت بتعمله في التركيب بتاع دي، اللي انت طبعا بتطلع السلك ده من الناحيه دي كده، تمام، وبتحطها كده
بس تقدر تلف كده بكل سهوله بحيث ان انت تتحكم في زاويه الاضاءه وتثبت الاضاءه على الشاشه بتاعتك. دي اجمد واحده الصراحه. وبالمناسبه الكنترول ما بيجيش معاه بطاريه، هتحتاج بطاريتين تريبل اي. طيب بعد ما خلصنا لك في الانبوكسنج، ملخص سريع كده. دي اول اتنين ال 30 سم وال 50 سم بلاستيك عادي خالص. تاني واحدة الكيرفد، البلاستيك بتاعها احسن وطريقة التثبيت بتاعها هتثبت معاك على اي شاشة، زائد ان هي كيرفد. واخر واحدة الماتيريال بتاعها الومنيوم، ومعاك ستاند بلاستيك حجمه كبير يركب معاك على اي شاشة. اللايت بار تاتش من الجناب، وعرفنا المقاسات بتاعته. ومقاس الطول بتاعه برضه هقولهولك اهو. الطول بتاعه 44 سم بالظبط برضه علشان تكون عارف الطول بتاعه. وكابل التايب سي، الفرق بينه وبين التانيين ان الكابل التايب سي امبيدد، ما تقدرش تشيله، مش بيتحرك، فمعاك على طول الكابل. وبس كده، اتمنى ما اكونش نسيت حاجه. خلينا نركب اللايت بار اللي هو دوت اللي مخصص لللابتوب. بالمناسبه هنركبه دلوقتي على لابتوب او ايباد عادي، وبعد كده هنركب الاضاءات الاتقل على اللابتوب او الايباد ونوريكم الفرق ما بينهم، وبعد كده نخش على طول في المقارنه بالشاشه بين الاربعه لايت بار وزاويه الاضاءه بتاعتهم. طيب يا شباب، طريقه التثبيت ديت على لابتوب او اي شاشه رفيعه. اول حاجه هنفك الحلقه اللي ورا دي، هتفضل تفك في المسمار لغايه لما يبقى في مسافه هنا كافيه للجهاز بتاعك ايا كان لابتوب او ايباد او ايا كان. هنحطها بالشكل ده كده اهو. استنوا نقفل ده عشان تشوفوا اهو. تنفع معاك لابتوب، ماك بوك، ايباد، اي حاجه. انا اللابتوب مش موجود معايا دلوقتي، فايه هنتعامل بالايباد يعني. هنربط عليها كده اهو. كده ثبتت معاك اهي. بقى عندنا الايباد عليه اللايت بار زي ما انت شايف. ما تربطش جامد قوي، عادي، عشان ما تضغطش على الشاشه، مجرد بس انه يثبت. هو خفيف اصلا، تقدر تحركه بكل سهوله اهو. تقدر تعمل كده او تعمل كده بحيث ان انت تتحكم في زاويه الاضاءه. خلينا بقى دلوقتي نعرف ازاي هنركبه على شاشه. طبعا اللايت بار ده بيركب على الشاشات الرفيعه زي ما انت شايف، فلو عايزين نركبه على شاشه تانية هنحتاج نعمل ايه، زي افتكاسه كده بالدبل فيس. يلا بينا بقى نركب كل اللايت بار دي على شاشه ونقارن بينهم. طيب يا شباب، هنلاحظ ان السماكه دي كده اصغر من السماكه بتاعت دي. لو فكينا للاخر مش هتتربط. طيب ايه الحل؟ بكل بساطه هنقلب اللايت بار بالشكل ده كده، وهنجيب الدبل فيس وهنقص قطعه على قد الحته دي كده ونلزقها على الشاشه في النص. بعد ما تلزق الدبل فيس على الشاشه، هتقوم عامل كده وتشيل اللزق اللي من الناحيه التانية اللي هي اللي ماسكه الناحيه دي كده من فوق كده، بتلزق معاك تمام. وهناخد اللايت بار من عند الناحيه البارزه دي، هنركبها بالشكل ده تمام اهو. بالشكل ده كده تقدر ايه تتحكم براحتك في ده اهي. تقدر تتحكم فيها براحتك وثابته زي الفل، مش هتتحرك وانت اصلا بتتحكم فيها بالتاتش بكل سهوله. فالموضوع بسيط معاك يعني، مش تحتاج اي تثبيت تاني تمام. دي طريقه الدبل فيس، تنفع معاك مع اللايت بار ال 30 سم واللايت بار اللي احنا حاطينه دلوقتي ده ال 50 سم. مش هتفرق معاك في اي حاجه غير في حته ايه التثبيت، علشان دي بتاعت لابتوب، فبيكون ايه المسافه دي كافيه جدا لللابتوب. انما بالنسبه للشاشات بتاعتنا لو فيها كيرف من ورا، لو الشاشه عريضه مش هتظبط معاك. كده رجعنا للدبل فيس. بالنسبه بقى للاضاءه الكيرف بتاعتنا مش محتاجه دبل فيس ولا اي حاجه. خلي بالكوا الشاشه دي فيها كيرفين، كيرف هنا وفي كيرف هنا، فدي اصعب شاشه ممكن تركب عليه. مفتوح كده بالشكل ده اهو، كده ثبتت زي الفل. الاضاءه الكيرفد ممتازه، ثبتت بدون اي مشاكل ولا دبل فيس ولا اي حاجه. هناخد ده كده نركبه في التايب سي بتاعنا اهو. هتلاقيها اشتغلت معاك بالشكل الجميل ده بدون اي افتكاسات، بدون اي وجع قلب. طبعا هقول لكم التحكمات اللي احنا بنستخدمها هنا وكل حاجه، بس بعد ما نركب اخر اضاءه اللي هي الكنترول دي. كده الاضاءه الاخيره للكنترول هنفتحها بالشكل ده، تحط هنا كده، هنفتحها اكتر اهو. كده الاضاءه اللي بكنترول ركبت زي الفل، مفيش اي مشاكل معاك. الاضاءتين سواء الكيرفد او الكنترول تركيبها بسيط جدا تمام. وهنركب البطاريه برضو الجزء ده كده، ونركب البطاريات كده. وصلت في اليو اس بي تمام. نجرب كده الاضاءه بتطفي وتشتغل. تقدر تتحكم في السطوع، تقدر تطفيها وتشغلها، تقدر تتحكم في الاضاءه بتاعتها ابيض اصفر، تتحكم في السطوع بتاعك. ممتازه الصراحه. وفي تاتش هنا برضو، لو مش عايز تستخدم الكنترول تقدر تطفيها وتشغلها من هنا كده. اتطفت اشتغلت. طيب بعد ما عرفنا طريقه تثبيت كل واحده، هندخل في الخطوه اللي بعد كده. هنطفي الاضاءات كلها وهنولع الاضاءه دي ونغير كل الالوان بتاعتها مع الورقه اللي هنحطها هنا عشان نعرف الانعكاسات. يلا بينا. طبعا احنا طافيين كل الاضاءات بحيث ان احنا نعرف كل اضاءه تعمل انعكاس على الشاشه قد ايه تمام. طبعا دي شده الاضاءه بتاعتنا اهي تمام. بنقدر نقللها من البكره او نعليها. وعندنا 3 الوان، 3 الوان اهو، اصفر وورم والابيض بتاعنا تمام. هنتست كلهم على الابيض.
بحيث ان هو يبان في الورقة كويس. الاضاءة معمولة على النص تقريبا اهو. ده كده شكل الاضاءة تمام مع الورقة. نحركها لجوه اكتر ونشوف شكلها مع الشاشة. نحركها لبره. انا لغاية دلوقتي كده مش شايف الاضاءة، يعني الاضاءة في وشي مش شايفها. هنشوف الورقة هتعمل ايه اهو. زاوية الاضاءة انا وشي لو في وش الشاشة بص الاضاءة مش باينة والاضاءة مش جاية على الشاشة نهائي. ده اللي انا كنت بقول لكم عليه، الجروف اللي مخلي الاضاءة جوه مش ولا داخلة على الشاشة ولا داخلة على عيني، مش مأثرة على الاتنين. دي كده بالنسبة للاضاءة اللي بكنترول. ندخل في الاضاءة اللي بعدها. ده كده بالنسبة لللايت ال30 سنتي تمام. الجلو بتاعه اهو تمام كده في النص. ممكن نوجهه ناحية الشاشة اها. ممكن نوجهه الناحية التانية بطلع لبره كده. انا بدأت اشوف الحتة بتاعت البلاستيك الاضاءة من قدام اهو. ده كده بالنسبة لللايت العادي. ده كده اللايت ال50 سنتي. ده كده وهي مستقيمة كده وهي مايلة ناحية الشاشة كده وهي مايلة لبره. عشان تشوف درجات اللون بتاعتها برضو في الضلمة كده اهو. وور اصفر، اصفر اكتر، اصفر اكتر، وابيض. ندخل في اخر لايت معانا وهو اللايت الكيرف. شغل اللايت الكيرف زي ما احنا شايفين كده. نعمله على نفس اللون الابيض عشان كلهم يبقوا اتستوا على نفس اللون اهو كده. اللايت بار على اللون الابيض. نجيب الورقة بتاعتنا واضح ان الاضاءة مش جاية علينا وجاية على الشاشة شوية. نعملها كده كده. الاضاءة برضو انا مش شايفها بس الورقة موضحة اهي. انا مش شايفها عشان انا اعلى منها بس هي قلت على الشاشة. زي ما قلت لكم هو اللايت بار الوحيد اللي فيه حوار الجروف او ان الاضاءة ما تبانش على الشاشة نهائي بنسبة 100% هو اللايت بار التاني الالومنيوم. تمام كده احنا خلصنا التست وهندخل على التحكمات بتاعه الاضاءه من اللايت بار التاتش. طيب بالنسبه للتحكمات بتاعتنا ده كده اللي بيولع اللايت بار. لو دوست على ده مره بيطفي، لو دوست عليه مره كمان بيشتغل، لو فضلت دايس عليه بيقلل السطوع، فضلت دايس عليه تاني بيزود السطوع. بعد كده دوست عليه مره كمان عمل لي اللون الابيض، دوست عليه مره كمان عمل لي الورم، دوست عليه مره كمان طفي. حلو. وعندك هنا تايمر 60 ثانية 60 دقيقة قصدي. لو دوست على التايمر ال60 دقيقة دوت هتشتغل لمدة 60 دقيقة وتفصل. ده للأطفال أو لو حد بيحب ينام على النور والكلام ده. واللايت اللي بكنترول أنا وضحت لكم في الضلمة خلاص، وكان بيبقى فيه تاتش من هنا كده. أظن أنت مش محتاج حاجة. واللايت ال30 سنتي و60 سنتي نفس التحكمات دي بالظبط. وبس كده يا شباب. أتمنى أكون غطيت كل الحاجات عن اللايت بار بحيث أنت تبقى عارف عايز تختار أنه نوع وتبقى عارف إيه الأنسب ليك. مش شرط يبقى على حسب السعر، لا ممكن يكون أنت محتاج للابتوب فتشتري بتاعة اللابتوب، مش هتشتري الغالية. ممكن يكون محتاج شاشة كيرف فهتشتري الشاشة الكيرف، مش هتشتري الغالية او مش هتشتري المسطرة الستريت. فهي مش مسألة فلوس، مش مسألة ماتيريال، هي مسألة ايه الانسب ليك. اتمنى تكون استفدت من الفيديو وهسيب لك كام بلاي ليست كده ممكن تفيدك اكتر للسيت اب بتاعك. سلام.